مع الاهلي مفيش فايده، مهما تعمل برضه مغلوب. النهارده بلديه المحله بتلعب الاهلي. طبعا الاهلي فاز على بلديه المحله في الدور الاول في الدوري 5-1. ليه؟ لان احمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلديه المحله كان فاتح خطوطه وكان بيهاجم الاهلي والهجم بيهاجمه، وبالتالي خد 5 تجوال. فجه الماتش ده قال بقى نقفلوا الخطوط ونقفله على الاهلي عشان ما يجيبش فينا جوال كتير. المفاجاه ان عبد الرؤوف وبلديه المحله اتقدم على النادي الاهلي في الدقيقه 60 تقريبا، والاهلي قدامه 30 دقيقه بس محتاج يتعادل ومحتاج يفوز. كولر عمل شويه تغييرات، اهمهم عمر كمال عبد الواحد اللي نزل فعلا غير الماتش تماما وجاب الجول الاول وتسبب في الجول الثاني. لكن رغم التحفظ الدفاعي بتاع عبد الرؤوف الا ان الاهلي فاز عليه برضه. رغم التحفظ الدفاعي بتاع بلديه المحله الا ان في ارتباك ما حصلش قبل كده وما شفتوش في حياتي للاعيبه كوره في منطقه الدفاع. الجول الثاني مثلا، انت الكوره جت لمدافع بلديه المحله، اسهل حاجه طفش ارمي ودي في اي حته، لكن المدافع عمل فيها ايه؟ المدافع بيحجز على محمود متولي. كان في احتكاك ما بينه وبين محمود متولي، احتكاك عادي، الكرة طلعت منه وصلت لمين؟ عشان الحظ وصلت لمودست اللي دخلها الجول التاني. والجول الاول برضو الاهلي عمر عبد الواحد دربكها في قلب منطقه 18، مفيش حد في بلديه المحله بيطفش في منطقه 18، فوصلت لمين؟ عمر عبد الواحد اللي خدها على صدره وشاط صاروخ في الجول. الاهلي فاز النهارده بمجهوده. الاهلي فاز النهارده باصراره ان هو لازم يفوز، والاهلي فاز النهارده بحظه. كان في توفيق غير عادي، وسط الدربكه دي ممكن الكره كانت تخبط في اي لاعب من مدافعين البلديه وكانت تطلع بره. الجون الثاني مثلا محمود متولي شاط الكره براسه جت في القائم، كانت ممكن تطلع بره، لا تيجي في القائم وترد المدافع البلديه اللي قعد يتحنجل ويحجز عليها. لما محمود متولي ضغط عليه راحت لمودست اللي دخلها جول. في حظ بس في اصرار وفي مجهود بيتعمل. ولازم نشيد بحكم اللقاء النهارده، عمل لقاء جميل، وخاصه حكم الرايه. كل الكور اللي عملها طلعت صح. جولين للاهلي يتلغوا بسبب التسلل. لو كان حكم رايه ضعيف ما كانش هيقدر يحسبها، وخاصه على فريق كبير زي فريق النادي الاهلي. وحكم اللقاء كان هادي وصبور ومش مستني يعني يدي قرار الا لما يتاكد من الفار الاول. انا شايف القرارات كلها النهارده كانت موفقه من التحكيم. انا شايف الاهلي يستحق الفوز. انا شايف ان بلديه المحله نقدر نقول لها هارد لك، عملوا ماتش كبير جدا، ماتش كبير جدا، وكويس انك كنت غلبته 2-1 فقط، احسن من هزيمه الدور الاول اللي كانت 5-1. بالتوفيق للتحكيم اللي انا شايف انه بدا مستواه يتحسن، بالتوفيق لبلديه المحله، ومبروك للنادي الاهلي.